بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اذكر الله وصلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا هنتكلم بهدوء ومن غير تجاوز ومن غير انفعال في موضوع فيديو علي لطفي، وفي موضوع الشناوي محمد عبد المنعم وجماهير الهلال، نادي الهلال واعلام الهلال. اولا لازم تبقى انت ما تبقاش عقليتك زملكاوية. فانت طالما ماشي بالعقليه الزملكاويه وانت واخدها قدوه ليك او مثل اعلى انك انت توصل ليه، فانت دايما فاشل، دايما في الصف الثاني او الثالث او الرابع او الخامس. اما الصفوف الاولى دايما ما بيلاقيكش فيه. حجتك دايما الاهلي المدلل للاتحاد الافريقي، الاهلي ريال مدريد افريقيا، والاتحاد بيدلل. حاطط في ذهنك الفكره دي كلها عشان تداري على اخطائك. طيب انت اتقابلت مع الاهلي 5 6 مرات، ماشي، فزت على ارضك مرتين بس، ودي اصلا مش انتصار. يعني الطبيعي انك انت تفوز على الاهلي او على اي فريق على ارضك مرتاح، واثنين ثلاثه بجمهور او بدون جمهور، على ارضك ومرتاح وبدون سفر وبدون اي حاجه. ولكن انت اصلا ضعيف، انت اصلا فاضي، مفيش فريق، مفيش اداره، مفيش ملعب. فين انجازاتك؟ كم بطوله اخذتها انت افريقيه؟ كم كونفدراليه؟ كم كاس سوبر افريقي؟ كم مره صعدت الكاس العالم؟ تحطش نفسك مقارنه مع النادي الاهلي. دي واحد او اثنين او ثلاثه زي ما تعدوها، نسيت يعني. تاني حاجه اللي حصل انك انت يعني احصر لي بس كلامي كله على جمهور الهلال واعلامه وجماهيره. باقي الجماهير السودانية ناس محترمين، ناس مؤدبين، عايشين في مصر واحنا عايشين في السودان، كل حاجة تمام، وما حد بيتكلم في أي حاجة تانية إلا جماهير الهلال والدائرة الضيقة بتاعت الهلال وجماهيره وإعلامه وكل حاجة تخص الهلال السوداني، الوجه الآخر أو وجه العملة الآخر للزمالك المصري دائما. حتى إنه يخلط لك السياسة في الكورة، مع إن احنا ما بنتكلموش نهائيا في السياسة. مالك أنت ومال السياسة؟ تخش لي تقول لي حلايب وشلاتين سودانيه حتى في التعليقات بتاعت صفحه هلاليه او لاعب هلالي او مشجع هلالي، تخش تلاقي التعليقات يقول لك الاهلي وكذا 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 وكذا، وفي الاخر يكتب لك وحلايب وشلاتين سودانيه. حلايب وشلاتين سودانيه. انا همشي معاك، انا اتكلم مع الهلاليين فقط، وعندي اصدقاء كثير سودانيين، اصدقاء هنا عايشين معايا واحنا عايشين مع بعض وزي الفل، وبنتناقش بكل ادب وبكل احترام بدون اي تجريح او تجاوز. ماشي. حلايب وشلاتين سودانية، همشي معك حلايب وشلاتين سودانية. طيب اذا احنا قلنا انها سودانية والدول مع بعض هي اللي ما تتداول، سواء محاكم دولية او اتفاقات مع بعض يعني. طيب احنا مالنا بالموضوع دي. تاني حاجة يا سيدي، افترض انها هي سودانية فيها، في الحالات اللي زي كده بيحكموا ايه؟ بيجوا يروحوا للشعب اللي في المكان دي، الناس القاطنة في هذه المكان، حلايب وشلاتين او جنوب السودان او اي حتة عليها نزاع، يسألوهم يا عمي انتوا عاوزين تبقوا في السودان ولا في مصر؟ يا عمي تعالوا انتوا اعملوا احصاء او استفتاء في حلايب وشلاتين وقولوا لهم انتوا عايزين تبقوا تبع السودان ولا عايزين تبقوا تبع مصر. اذا قالوا يا عمي عاوزين نبقى تبع السودان، تفضل. طيب ما انت اصلا كان عندك الجنوب السوداني كامل ما قدرتش تحافظ عليه، كنت اكبر دولة عربية للاسف من حيث المساحة، للاسف ما بقيتش اكبر دولة عربية، لانه بس انت عايز تجادل وخلاص. الموضوع مش موضوع ارض، يعني بنشوف احنا دول مساحتها ما تجيش قد الخرطوم، ولكن طلعت في السماء بانجازاتها وبصناعاتها وبثقافتها وبتكنولوجيتها. وانا مش بعمل مقارنه هنا بين مصر والسودان، ولكن انا بقول لك على عقليه الهلالي المتزملك او الزملكاوي المتهلل او اي حاجه. يا سيدي مرحب بكم في القاهره، مرحب بكم في القاهره. وانا عملت منشور على الفيسبوك، صفحه نصر ابو السبع الخطيب، برضه لو عاوز ترجع له ارجع له. مرحب بالجماهير اللي سهرت تحت شرفات الفندق بتاع لاعبينا في السودان وقاعدة تهيص الليل كله. مرحبا بكم في القاهرة. مرحبا بطبيب الفريق الذي رش المخدر على محمد عبد المنعم، أهلا بك في القاهرة. مرحب بالشخص اللي مسك على لطفي وضربه أول شيء في يده، تاني حاجة ما اكتفاش بالموضوع ده، ضربه في وشه،
علي لطفي من أدبه من احترامه اللي تربى عليه في النادي الأهلي، مش هتلاقيه إلا في النادي الأهلي وأمثال النادي الأهلي بإداراتها المحترمة، لف ظهره وساب اللاعب ومشي. ما الإداري ده أو الشخص ده حتى إنه بعد ما أعطاه ظهره ضربه ضرب علي لطفي. هل ده عاوز كده بعد كده الاتحاد الأفريقي يوافق لك على جمهور وأنت بالشكلية دي بدون جمهور؟ كل ده حصل، ضرب لعبد المنعم وضرب للشناوي وضرب وإهانات وألفاظ ما ينفعش حتى أقولها عشان اليوتيوب ما يحذفش أو ما يحظرش الفيديو بتاعي على فئات معينة، والفيديوهات كلها موثقة والفيديوهات كلها موجودة. وأنا هحط لك فيديو بالمناسبة، أو يمكن أكون حطيته، يعني هحطه في الكلام السابق، فهتلاقيه موجود عندي. وانا منزل فيديو امبارح واقعة علي لطفي، لو نزلت تحت هتلاقي الفيديو بتاع علي لطفي. ايه كمية الحقد! مرحبا بكم بكل هذه الاجواء في القاهرة، ولانكم ادارة وجماهير وحتى لاعبين واعلاميين ما عندكمش ذرة ذكاء او فهم لما هو قادم. انت جاي عندي بجماهيري وانا هيحضر لي جماهير، لانه انا عندي نظام وعندي سيستم وعندي جمهور مش هيقدر ينزل الملعب زي ما نزل السنه اللي فاتت. ولولا الامن السوداني القوي العظيم كانت اللعيبه دي طحنت. ازاي انت عايز الاتحاد الافريقي يوافق لك على جمهور وانت بدون جمهور؟ اللي ما تقول عليهم صحفيين دول سبوا اللعيبه وشتموهم واهانوهم، والشناوي اتضرب وعلي لطفي اتضرب ومحمد عبد المنعم اتضرب، وتضييع وقت غريب. ضيع وقت مش مشكله، الاهلي مش فارقه معاه. الاهلي كان سيء، انا هقول لك انه الاهلي كان سيء في المباراه دي، ما كانش كويس، كان سيء جدا كمان، وكان يقدر يخلص المباراه من الشوط الاول. حسين الشحات بكل رعونه وبكل عدم مسؤوليه ضيع كوره. انا لو العب في الملعب، لو انا بلعب في الملعب كان جبتها، كان قطعت الشبكه من قوتي، كان خدت الحارس ده ابو 20 ولا ابو 30 ودخلت بالمرمى. ولكن رعونه معتاده من مهاجمين الاهلي، وكان بعد كده الاداء سيء في جميع الخطوط الاهلاويه. حتى كولر انه بالمناسبه حتى انه تشكيله وتغييراته مش كويسه في المباراه دي، واحنا بنعترف باخطاء، ولكن انت ما لعبتش على الاخطاء. انت ما فزتش لانك انت احسن، انت فزت لان انا اللي سيء، فزت لانه الاهلي كان تعبان. مش هقول لك الشمس وعيون على الشناوي، لا يا عم، خطا ساذج من الشناوي، ولكن اين في نفس الوقت هو صدر بالجزاء. يعني هنقول واحده بواحده، يعني اللي عوض الخطا بتاعه ماشي، او مش عوض الخطا، قلل الخطا بتاعه. فرساله الى جمهور الهلال السوداني: اهلا بكم في القاهره، قاهره المعز لدين الله الفاطمي، وقاهره اي معز واي هلالي، وقاهره اي حد يحاول يتجاوز. مش عايزين بطولات، البطولات عندنا مليانه، الدواليب والخزائن عندنا مليانه بطولات، على عكس خزائنكم الخاويه. مرحبا بكم في القاهره، وسترون شيئا في القاهره. سلام عليكم.